بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقاتكم عبر صفحتكم كورة مع المصري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله لآخر مباراة لعبها النادي المصري، وهي بداية الدور الثاني ومباريات الدور الثاني النادي المصري وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. هنتكلم عن المباراة، وهنتكلم أيضا طبعا على مباراة المصري القادمة المهمة. طبعا عندنا المباراة الأهم بقى طبعا بالنسبة لنا الفترة القادمة هي المباراة الأفريقية بين فريق سيمبا التنزاني، واللي طبعا متحدد موعدها يوم الأربعاء 2 أبريل بإذن الله، طبعا في السادسة مساء باستاد السويس الجديد. إن شاء الله تعتبر كل مباراة المصري القادمة مباراة مهمة طبعا، لكن دي المباراة الأهم بالنسبة لنا الفترة القادمة. طبعا مباراة في دور الثمانية، مباراة مهمة طبعا. مباراة الذهاب شوط عندك طبعا في أرضك، هيتلعب طبعا في استاد السويس الجديد، والشوط الثاني طبعا هيكون في تنزانيا على أرض فريق سيمبا التنزاني. طبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي المصري في الشوط الاولاني، طبعا في المباراه الاولى هنا في ارضنا باذن الله. نتمنى ان شاء الله المصري فريق المصري قادر ان هو يسهل المباراه الثانيه، لكن في كره القدم مفيش فيها حاجه اسمها سهله. انت عندك شوط اول ان شاء الله، كابتن انيس والفريق طبعا يقدر يشتغل الشوط الاولاني في مصر بشكل كويس، تقدر تعمل نتيجه ايجابيه تريحك شويه في مباراه العوده. نتكلم بقى سريعا كده عشان حتى لا نطول على مسامعكم يعني. طبعا ان شاء الله مباراه المصري وفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. نتكلم كده التشكيل. الكابتن انيس بوجلبان بدأ بتشكيل مكون من محمود جاد في حراسة المرمى، اتنين مساكين خالد صبحي باهر المحمدي، باك يمين كريم العراقي، باك شمال حسن علي، اتنين نص ملعب محمد مخلوف واحمد عامر، واتنين هافات عبد الرحيم دغموم وميدو جابر وصلاح محسن، وطبعا لاعب حر كده بنشوفه هاف يمين برضه بيلعب ساعات في نص الملعب احمد عيد. ده تشكيل اللي بدأ بيه كابتن انيس بوجلبان. يعني التشكيل ده مكون يعتبر من قريب ل 3-5-2، وده الخطه اللي الكابتن انيس بيلعب بيها، لكن بيبقى فيه متغيرات في الملعب بتتحول الخطه، ممكن بتتحول ل 4-4-2، بتقدر بتلعب اتنين مهاجمين، بتتحول ل 4-3-2-1 في بعض الاوقات. فدي الخطه اللي لعب بها الكابتن انيس. ويعني انا شايف ان المصري اتعادل 0-0. المصري كنا نتمنى طبعا المكسب، انت طالع جاي من هزيمه طبعا، وجمهورك طبعا زعلان في مباراه خروجك من بطوله كاس مصر امام فريق البنك الاهلي، هنتكلم فيها سريعا برضه. يعني فانت جاي اصلا من مباراه بهزيمه، وان انت بتلاعب بطل الدوري حاليا وفريق ماشي زي بيراميدز متصدر الدوري واخر 7 مباريات بدون اي هزيمه او تعادل، وتقدر ان انت تتعادل معاه. النادي المصري كبير، نتمنى المكسب، لكن انت قدمت مباراه جيده. النادي المصري لعب بشكل تكتيكي كويس جدا جدا في المباراه دي. شايف ان المصري كمان كان يقدر في اخر المباراه ان انت تخطف باكتر من كوره وكنت تقدر تفوز. وانت طبعا الفريق اللي فايز على بيراميدز طبعا في الدور الاولاني وفايز على بيراميدز 1-0، فقادر ان انت تكسب بيراميدز. انت فريق مش قليل يعني، النادي المصري عنده سكواد كويس، عنده طبعا جهاز فني محترم بقياده الكابتن انيس. وان شاء الله مباراه عن الاخرى النادي المصري هيكون ان شاء الله شكله احسن واحلى باذن الله في القادم ان شاء الله للنادي المصري وجمهوره باذن الله. لو هنتكلم بقى طبعا يعني النادي المصري المباراة دي طبعا يعني كان كويس زي ما قلنا لحضراتكم، عاملين ملخص كده برضو نتكلم مع حضراتكم فيه يعني. بدأ المصري طبعا من أول 13 ثانية، النادي المصري بدأ كده مرحلة جس النبض سريعا، يعني بدأ بتسديدة ضعيفة، هي ضعيفة من دغموم لكنها بداية لجس النبض. استحوذ المصري طبعا من أول 5 دقايق للمباراة، وأول كرة بقى خطورة طبعا لبيراميدز في الدقيقة العاشرة تسفر عن هدف أول. طبعا بيراميدز في الدقيقة العاشرة جاب هدف لكن يلغى بداعي التسلل. والدقيقة 12 ضربة حرة مباشرة للنادي المصري من خارج منطقة الجزاء، يسددها ميدو جابر أرضية بجوار القائمين والعرض. طبعا يعني سيطر المصري وبيراميدز على فترات، طبعا يعني الفريقين تبادلوا السيطرة في المباراة. طبعا يعني على فترات كده، وكرة خطيرة في الدقيقة 20 لبيراميدز من ركلة حرة، ركلة حرة تلعب عرضية في ال 18 المصري، ويستقبلها كريم حافظ الجناح الايسر لنادي بيراميدز بتسديده فوق العارضه، توجد اول هجمه خطيره طبعا لبيراميدز. اتلعبت فوق العارضه وكانت قريبه من فرصه للتهديد. طبعا بدا بيراميدز سيطره البيراميدز يعني مكونه من خطوره بيراميدز ابراهيم عادل طبعا مكمن خطوره بيراميدز، واللاعب طبعا يعني الموهبه ما شاء الله البورسعيدي، الموهبه الشابه. نتمنى ان شاء الله في الفتره القادمه نشوفه في اوروبا وفي الاحتراف، لاعب يستاهل طبعا ان احنا نشوفه في الملاعب الاوروبيه، عنده الموهبه، عنده جميع القدرات ان هي تاهله ان هو يلعب في دوري اوروبي. لاعب ابراهيم عادل ابن بورسعيد طبعا نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه.
طبعا كان مكمن الخطوره كلها البيراميدز في الشوط الاول هو ابراهيم عادل. طبعا يعني المباراه خلاص الشوط الاولاني كابتن محمود ناجي احتسب دقيقتين وقت بدل ضائع للشوط الاول، وينتهي معه الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. بدأ الشوط الثاني طبعا ومع اول هجمه خطيره لبيراميدز من عرضيه للشيبي، يرتقي لها ابراهيم عادل ويلعبها بضربه رأسيه لكن تمر اعلى عارضه محمود جاد وتمر بسلام على النادي المصري. الدقيقه 52 كره وهجمه للنادي المصري بوان 2 كده اتلعب ما بين ميدو جابر، يعني الكره اتلعبت كده من نص الملعب 1 2 ميدو جابر ودغموم انفراد وتسديده. طبعا ميدو جابر انفرد باحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، لكن تسديده ضعيفه من ميدو جابر في منتصف المرمى. بعدها باقل من دقيقه كره كده تسفر عن هدف بقى، اتلعبت اصلا انفراد لصلاح محسن من نص الملعب، تسفر عن هدف وصلاح لعبها بشكل كويس جدا جدا جدا، يعني لعبها طبعا في تقدم احمد الشناوي، قدر ان هو يسددها طبعا بشكل كويس واسفرت عن هدف للنادي المصري. لكن طبعا بعد الرجوع للفار الهدف يلغى بداعي التسلل. يبقى انت كده عندك تعادل سلبي وتعادل ايضا في الاهداف، ملغي الهدف لبيراميدز في الشوط الاول بداعي التسلل، وفي الشوط الثاني هدف للمصري ايضا الغى بداعي التسلل. في الدقيقه 68 تغيير للنادي المصري، الكابتن انيس اجرى تغيير في الدقيقه 68 بخروج كل من صلاح محسن وميدو جابر، طبعا اول تغييرين للنادي المصري، ونزول كل من جون اوبوكا واحمد قرموطي، يعني تبديلين مركز بمركز. يعني طبعا خرج مهاجم صلاح محسن ونزل مكانه مهاجم جون اوبوكا، وخرج احمد القرموطي، خرج ميدو جابر هاف يمين ونزل مكانه احمد القرموطي هاف يمين، يعني تبديلين مركز بمركز يعني. طبعا وفي الدقيقه طبعا ونزول والدقيقه 72 تغيير ثالث للنادي المصري بنزول يوسف الجوهري بدل من احمد علي عامر. احمد علي عامر طبعا محتاج لعيب كويس، لسه جاي في يناير، محتاج طبعا يشتغل اكتر ويندمج اكتر مع الفريق، وان شاء الله نشوفه واحد من نجوم المصري الفتره القادمه. في الدقيقه 76 طبعا الشوط بقى سجال ما بين الفريقين. في الدقيقه 76 تسديده للنادي المصري عن طريق احمد عيد من خارج ال 18 لكن في منتصف المرمى وفي يد احمد الشناوي، ويرد بعدها بدقيقه واحده بيراميدز بكره خطيره لكن ترد من عرض. ده بقى تعتبر اخطر كره طبعا في الشوط لبيراميدز، طبعا خبطت في العارضه، في عارضه النادي المصري ومحمود جاد، والعارضه تنقذ النادي المصري من هدف اول في مرماه. في الدقيقه 85 كره خطيره اخرى لفريق بيراميدز عن طريق مروان حمدي وكره انفراد بمحمود جاد، ويلعبها مروان حمدي كره بليسنج كده قدر يلعبها يعني، لكن تعلو العارضه وعدت بامان على مرمى النادي المصري. الدقيقه 87 بقى كابتن انيس بوجلبان اجرى تغييرين اخيرين للنادي المصري بنزول كل من عمرو سعداوي وفخر الدين بن يوسف بدل من حسن علي وعبد الرحيم دغمو. احتسب بقى الحكم محمود ناجي، الكابتن محمود ناجي احتسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، كان في وقت ضايع كتير في الشوط الثاني. وفي الدقيقه الاولى من الوقت الضايع تسديده من جون اوبوكا، دي اول كره يعني جون اوبوكا طبعا سددها لكن بعيد عن المرمى، وبعدها باقل من دقيقه بقى دي كانت الكره تعتبر تقدر تخلص بقى المباراه للنادي المصري. كرة أخرى لجون أوبوكا ولكنها قريبة من التهديف للنادي المصري لكن ينقذها أحمد الشناوي، الكرة اتلعبت عرضية كده وجون أوبوكا قدر إن هو يوقف الكرة ويلعبها على طول بتسديدة، لكن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز قدر إن هو ينقذها. طبعا يعني ضغط هجومي للنادي المصري في الوقت بدل الضائع من أحداث المباراة، وكرة تانية خطيرة للمصري عرضية من يوسف الجوهري يستقبلها خالد صبحي بتسديدة، يعني التسديدة كان قريب للمرمى لكن هي بعيدة عن المرمى، سددها بشكل بعيد شوية عن المرمى. وطبعا يعني لكن بعدها بيراميدز يعني ما لحقش طبعا المباراه خلاص بقى في الوقت الضايع، النادي المصري لعب المباراه بشكل كويس والحكم محمود ناجي انهى المباراه بالتعادل السلبي 0-0. طبعا انتهت المباراه ونقطه، يعني النقطه طبعا النادي المصري اكيد مش افضل حاجه للنادي المصري لكن تسببت في اقدامه، يعني ثبتت اقدام النادي المصري في المربع الذهبي بعد خساره اقرب طبعا منافس ليك زي ما عارفين البنك الاهلي خسر من فاركو 2-1، وثبتت اقدام النادي المصري في المربع الذهبي ب 31 نقطه. بين يعني النادي المصري بقى يعني ايه، يعتبر برضو مباراه كويسه ان انت قدرت توقف بيراميدز بعد 7 انتصارات متتاليه، وبيراميدز اكيد جاي عاوز يكسب وانت عاوز تكسب، ولعبت المباراه بشكل كويس وقدرت ان انت تتعادل. فانا شايفها برضو مباراه تكتيكيه كويسه ان انت جاي من خساره وخروج من بطوله زي كاس مصر وخسران من البنك الاهلي 3-1. نتكلم سريعا كده عن مباراه البنك الاهلي. لو هنحلل بقى مباراه البنك الاهلي، اولى مباراه النادي المصري يعني اللي لعبها في كاس مصر في رمضان، النادي المصري في هذه المباراة لم يحضر المباراة، لعيبة النادي المصري يعني ما قامتش من على مائدة الإفطار غير في آخر 10 دقايق من المباراة اللي أنت قدرت تحرز فيها هدف جون أوبوكا بعد نزول. لكن
طوال شوطين المباراه لعيبه النادي المصري لم تحضر المباراه. اللعيبه كانت صايمه في، يعني كملوا صيام في الملعب. فطبعا يعني كنا نفسنا ان احنا نقدر نكسب المباراه دي ونكمل بطوله، كانت تبقى سهله ان انت تقدر تحصل على اول بطوله طبعا مع الجهاز الفني الموجود حاليا بقياده الكابتن انيس واللاعيبه طبعا اللي احنا واثقين في قدراتهم. لكن طبعا كل مباراه ويعني ما كانش فيه توفيق، هنقول ان اللاعيبه برضو يعني ما كانش فيه توفيق، اكيد ما فيش لعيبه حابب ان هو ياثر طبعا في الملعب. ما كانش معانا توفيق واللاعيبه طبعا ما كانش موفقه في المباراه دي. لكن ان شاء الله يكون التوفيق محالف اللاعبين والجهاز الفني في القادم باذن الله. عندنا برضو لسه بطولات موجودين فيها. عندك بطوله افريقيه، بطوله الكونفدراليه، قادر ان انت ان شاء الله تتخطى الدور القادم باذن الله، توصل لابعد مدى من البطوله باذن الله، ويكون هدفك الحصول على البطوله باذن الله. النادي المصري فريق قوي بادارته طبعا بقياده مستر كامل ابو علي حدث ولا حرج، موفر كل سبل النجاح للنادي المصري. عندك جمهور داعم دائما وفي ظهرك في اي مكان، جمهور يعني ما بيسيبش الفريق في اي مكان حتى لو كان العدد بيكون قليل، لكن ورا فريقه لبعد المسافه في اي مكان جمهور النادي المصري متواجد. عندك جهاز فني محترم بقياده التونسي كابتن انيس بوجلبان. فان شاء الله نتمنى النادي المصري باذن الله يكون اللعيبه عندها طموح الاداره وطموح الجمهور، يكونوا ان شاء الله بيقدروا ان هم ان شاء الله يحققوا طموح جهازهم وادارتهم وجمهورهم باذن الله في القادم. وان شاء الله النادي المصري يتوج بالبطولات فيما هو قادم باذن الله. اتكلمنا بقى معاكم طبعا عن مباراه بيراميدز والمباراه القادمه بالنسبه للنادي المصري. بقى نتكلم طبعا النادي المصري اول مباراتين قادمتين باذن الله، هيكون عندنا مباراتين في مواجهه كاس عاصمه مصر. عندك مباراه مع نادي زد اف سي طبعا يوم الاربعاء 19 مارس قادم باذن الله، وعندك مباراه اخرى يوم الاثنين 24 مارس بعدها على طول ان شاء الله باقل من يعني 5 ايام. فمباراتين طبعا في كأس العاصمة ان شاء الله يكونوا مباراتين قادر ان انت تلعبهم بشكل كويس وتعمل فيهم نتيجة ايجابية، وبطولة ان شاء الله تكون قريبة منك برضو. يعني ونكون يعني بإذن الله المباراتين دول اقرب للنادي المصري بإذن الله، ان هو بإذن الله يقدر يعني يوصل ان شاء الله بإذن الله لأبعد مدى من الطموحات بإذن الله، ويحقق طموحات جمهوره ان شاء الله وينافس على البطولة. طبعا عندنا بقى المواجهة الأهم، مواجهة النادي المصري وفريق سيمبا التنزاني اللي هتلعب ان شاء الله يوم الاربعاء 2 ابريل باستاد السويس الجديد في 6 مساء. طبعا يعني مباراة تكون صعبة، النادي المصري مش سهلة، فريق سيمبا فريق محترم، فريق مش قليل في افريقيا، لكن النادي المصري فريق زي ما قلنا بسكواده بجهازه بادارته بجمهوره فريق قوي ايضا، قادر ان هو ان شاء الله يكون واحد يعني المرشحين للبطوله ويقدر ان هو يحمل لقب البطوله باذن الله. طبعا للتذكير برضو عندنا حكم اللقاء، الحكم طبعا اللي هو بوب اللهم صل على النبي نسينا اسمه، نجيب اسمه مع حضراتكم برضو، بوب اسف بوب تراوري. ان شاء الله يعني الحكم ده نفس الحكم اللي النادي المصري بدأ معاه مشواره في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية هذا الموسم امام انيمبا النيجيري، ده للتذكير يعني. نفس الحكم طبعا ومعانا الصورة اهيت، نفس الحكم النادي المصري بدأ معاه مشوار البطولة من مباراة انيمبا من دور المجموعات النيجيري، وقدر النادي المصري يفوز بالمباراة بنتيجة 2-0. فهو نفس الحكم اللي هيحكم مباراة سيمبا التنزاني في الذهاب طبعا في على ارضنا في استاد السويس الجديد باذن الله. ان شاء الله يكون النادي المصري موفق، ناخدها كده خطوه خطوه. ان شاء الله عندنا مباراتين مهمين في كاس عاصمه مصر، ان شاء الله النادي المصري قادر يعني يحقق نتيجه ايجابيه فيهم باذن الله، ويكون استعداد قوي للمباراه الهامه طبعا امام سيمبا التنزاني. وان شاء الله النادي المصري يكون موفق فيما هو قادم ان شاء الله، وقادر على ان هو يسعد جمهوره باذن الله، ويعني يكون على قد طموحات جمهوره ان شاء الله ويسعد جمهوره وادارته ان شاء الله. يعني نتمنى الخير فيما هو قادم للنادي المصري ان شاء الله باذن الله. ويعني نتمنى برضه نكون ضيوف خفاف على حضراتكم، ما نكونش قطلنا على مسامعكم يعني طبعا. وفي اخر كلامنا وما احلى الكلام بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.